السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده عملت لقمه القاضي او الزلابيه بطريقه احترافيه جدا، احلى من اللي بنشتريها من بره بكتير. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش يعملوا لايك وشير وكومنت حلو. لاول مره تدخلوا القناه اعملوا سبسكرايب. ابتديت بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايه من الدقيق، كمان كوبايه من اللبن، رشة من الملح، عندي كمان معلقة من الزبدة، وانا هحط الزبدة هنا عشان تعزز الطعم. هبتدي اقلبهم كويس جدا زي ما هما كده على البارد لغاية ما يمتزجوا ببعض كويس. وهبتدي اشغل عليهم النار، وهدي النار جدا عليهم عشان انا عايزة اسويها واحدة واحدة. بعد ما عندي هنا ابتدت تستوي، هبتدي بالمعلقه السيليكون الم الدقيق باللبن عشان خاطر حاجه واحده انا عايزاها تبقى كتله واحده عندي. وهبتدي كمان ايوه اسويها. اول ما تبقى اسويها كويس، انا عايزه السويه اللي فيها كلها تتبخر. بعد ما استوت هنزلها في بوله تهدى خالص. بعد كده هبتدي انقلها في بوله اوسع عشان احط لها بقيه المكونات الموجوده عندي. بعد ما نقلتها في بوله واسعه، عندي هنا 150 جرام من النشا، 50 جرام من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر. طبعا طالما انا قلت ان انا عايزة اعمل خميرة لازم احط اي حاجة احط فيها خميرة نحط بعدها سكر على طول، لان السكر بيعزز من تفاعل الخميرة. انا هكتفي بالملح اللي انا حطيته في الاول، مش هحط ملح تاني. عندي هنا رشة من الفانيليا عشان برضو تديني ريحة كويسة، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ابتديت هنا عندي مية دافية. انا مش هحدد المية، انا على حسب ما ما الدقيق النشا والدقيق اللي عندي هياخدوا مية. هنزل واحدة واحدة هنا. انا عايزة كل المكونات دي تبقى خليط واحد بس. هبتدي اقلبها بالراحة واحدة واحدة، وانزل بالمية لغاية ما يبقى قوامها كويس جدا، القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. متستعجليش، هو هياخد وقت شوية. هبتدي اقلبها الاول المكونات اللي كانت جافة. بعد كده هبتدي ادخل الكتلة الدقيق اللي انا محضراها واحدة واحدة. بعد كده هغطيها بستريتش واسيبها تقريبا ساعة تخمر. هنا بعد ما خمرت، بصوا كده شكلها عامل ازاي. هحضر كيس حلواني، وبعد كده هبتدي احط فيه الخليط من الخليط اللي عندي واحدة واحدة. بصوا كده الخليط شكله ناجح قوي. ان شاء الله الزلابيه دي لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. طريقه بجد طريقه محترفين. انا جربتها وعجبتني جدا، وقلت اشارك معاكم الفيديو. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. بعد كده عندي هنزل زي ما انتم شايفين كده واحده واحده. هاخد من الخليط واحط في كيس الحلواني. هفتح فتحه بالمقص من كيس الحلواني. انا محضره الاول الزيت. انا قليت في حله صغيره عشان يبقى فيها عمق للزيت. عندي هنا بعد ما حطيت الزيت على النار انا هنزل فيه الخليط بتاع الزلابية وهو والزيت بارد خالص. بعد ما نزلته بصوا كده الزيت هنا بيبتدي يسخن، وبالمقص كل ما تعمل زي بالونة كده صغيرة اروح قصها عشان تبقى كلها مقاس واحد. شايفينها كده كلها كور صغيرة مقاس واحد شكل واحد. هبتدي اقلي فيها واحدة واحدة. انا مهدية النار لا هي واطية قوي ولا عالية قوي عشان خاطر تديني الزلابية كلها لون واحد. برضو هستنى عليها في النار شوية. حابة ان انتي تطلعيها كده وتسيبيها شوية وتنزليها في الزيت تاني، حلوة قوي. مش حابة كده ومستعجلة عليها، عادي هتكملي السوا بتاعها وهتصبري عليها لغاية ما تستوي. واحدة واحدة هتلاقيها بتدي اللون الذهبي الفاتح. بعد كده هتغمق معاكي شوية شوية لغاية ما تاخدي اللون اللي انت عايزاه. بصوا كده هنا دخلت خلاص في اول مراحل السوا. هتبتدي بقى تديني اللون.
قعدت اقلب فيها براحتي خالص لغايه ما اداني اللون الذهبي الفاتح. بعد كده سبتها برضو تغمق شويه تاني الذهبي الغامق، عشان لما انزل بيها في العسل اللي انا محضراه كده كده لونها هيفتح شويه، فما تبقاش لونها فاتح قوي. بصوا لونها هنا جميل جدا كده، اللون مظبوط قوي وكده بالنسبه لي كويس. عندي هنا السيرم، انا محضره 3 كوبايات من السكر، 3 كوبايات من الميه، رشه من الفانيليا، عصره ليمونه، وسبتهم يغلوا على النار كويس قوي. فضيتهم بعد كده في بوله. عندي معلقه كبيره هنا من الجيلي تلميع، الجيلي ده اللي بستخدمه في الطرط اللي بلمع بيه الفواكه. فهنا انا ضفته هنا، بدل ده بديل العسل الجلوكوز، عشان خاطر العسل هيديني سكر زياده، وانا عايزه السكر يبقى معقول في الزلابيه. هقلبها كويس، كمان ده بيديني لمعه حلوه قوي للزلابيه، فكانك انت مشتريها من بره بالظبط. هنزل بالزلابيه هنا في قلب السيرم اللي انا محضراه. بعد كده هقلبها كويس، وهبتدي اقدمها، احضرها للتقديم في سيرفيز. آه بجد الطريقه دي حلوه قوي، عجبتني جدا، وبجد يعني الزلابيه كان طعمها مختلف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. دمتم في امان الله.